عمرك تعرضت لموقف تكون ماشي مرتاح وفي حالك وفجأة حد يرعبك بكلمة أو حركة تخليك تتجمد؟ يا ترى إيه حقوقك في الموقف ده؟ النهارده هنتكلم عن جريمة يمكن كتير مننا ما يعرفش تفاصيلها أو مش واخد باله إنها بتتكرر قدامه كل يوم، وهي جريمة الترويع. جريمة الترويع دي مش مجرد حد بيخوفك أو يضغط عليك بالكلام، لأ، دي حاجة أكبر وأخطر بكتير، وبتتسبب في تهديد حقيقي للأمان الشخصي والنفسي لأي حد ممكن يتعرض ليها. بس قبل ما نخش في التفاصيل لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا: إيه هو الترويع؟ وإيه الفرق بينه وبين الابتزاز؟ لأن الاتنين مختلفين جدا عن بعض، وفي ناس كتير بتخلط بينهم. أول حاجة خلينا نفهم يعني إيه ترويع. ببساطة، الترويع هو إن حد يحاول يرعبك أو يخوفك بأي شكل، سواء بالكلام أو بالفعل، علشان يخليك تتصرف بطريقة معينة أو تحس بالخوف. زي مثلا لما حد يهددك بعنف أو يستخدم أسلوب التخويف علشان يأثر عليك، وهنا القانون واقف وبيحميك وما بيسكتش على الموضوع ده. الترويع بيدخل تحت طائلة القانون وبيتم التعامل معاه بجدية طبقا للمادة 375 مقرر من قانون العقوبات، اللي بيثبت عليه ارتكاب جريمة الترويع أو التهديد باستخدام العنف أو الإيذاء، واللي بمفهومنا العادي بنقول عليها بلطجة. العقوبة ممكن توصل للحبس لمدة سنة، وأحيانا أكتر لو استخدم سلاح أو كان فيها تهديد على نطاق واسع. دلوقتي خلينا نوضح الفرق بين الترويع والابتزاز. الترويع زي ما قلنا هو مجرد تخويف أو إرهاب علشان الشخص يحس بالخوف، ملوش علاقة مباشرة بالماديات أو يترتب عليه طلب حاجة معينة زي ما قلنا قبل كده، بلطجة. إنما الابتزاز مختلف. الابتزاز هو إن حد يضغط عليك عشان ياخد منك خطوة معينة، غالبا بتكون الخطوة فيها منفعة ليه شخصيا. يعني ممكن يهددك بنشر صور أو معلومات أو فضايح ويطلب منك مقابل عشان ما يفضحكش. الابتزاز دايما بيكون فيه طلب واضح، عادة مقابل مادي أو منفعة معينة. يعني باختصار، الترويع تخويف وإرهاب عشان الشخص يخاف، الابتزاز تخويف علشان الشخص يعمل حاجة أو يكون ليها مقابل. طب خلينا ندخل أكتر في أمثلة عملية على الترويع اللي بيحصل حواليك وممكن تكون حصلت ليك أو لحد تعرفه. واحد بيهددك باستخدام سلاح وهو مش ناوي يستخدمه بس عشان يخوفك، أو حد بيحاول يرعبك بالكلام وبيهددك بطريقة ما فيهاش مطالب واضحة بس هدفه يخليك تحس بالرعب أو إنك تفقد السيطرة. في الحالتين دي تعتبر جريمة الترويع، حتى لو الشخص اللي بيروعك ملوش طلبات مباشرة، المهم إنه خلاك تحس بالخوف. طب ايه حق القانوني؟ زي ما قلنا المادة 375 مقرر من قانون العقوبات بتجرم الفعل ده بشكل صريح. مش بس بتفرض عقوبات بالسجن، لكن كمان الغرامات المالية ممكن تكون كبيرة، خاصة لو كان الترويع باستخدام السلاح أو لو تسبب في إصابة نفسية أو جسدية لأي شخص. وكمان المادة 375 مقرر ألف بتضاعف العقوبة لو فعل الترويع أو البلطجة اتسبب في أي فعل جنائي تاني. طب إيه اللي تعمله لو تعرضت لموقف الترويع؟ أول حاجة ما تسكتش، لازم تتوجه على طول لأقرب اسم شرطة وتعمل بلاغ رسمي. دي خطوة مهمة جدا. البلاغ ده هو اللي بيثبت الواقعة في أوراق رسمية وبيخلي الجهات القانونية تتحرك لحمايتك واتخاذ الإجراءات اللازمة. ولو كنت خايف أو مش عارف تتصرف إزاي، تواصل مع محامي على طول علشان يقدر يرشدك على الإجراءات القانونية الصح. جريمة الترويع مش بس خطيرة على الأفراد، لكن كمان بتأثر على المجتمع كله، لأنها بتخلق حالة من الخوف وعدم الأمان. علشان كده لازم نكون دايما على وعي بحقوقنا ونعرف إزاي نحمي نفسنا ونواجه المواقف دي بالقانون. وخليكم فاكرين، اللي معاه روشتة قانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.